معنا أخت من الطائفة العلوية، من أبناء الطائفة العلوية، كانت فايتة بعملية على باب السباع من قبل عميد بالأمن الداخلي. بدهم ينفذوا عملية اختطاف للبنات بباب السباع، فإلفت راح تحكي لنا شو صار بالضبط. تفضلي. اسمي ألفت فنتور، اسم أبي آصف فنتور، اسم أمي اكتمال ديب. أنا مواليد 86. أنا اليوم الصبح جاني هاتف بالتسعة الصبح من واحد بقول له أبو علي منزر، قال لي بدك تروحي تقصي الجو باب السباع مشان عنا خطف جوز بنات. شو شغلته أبو عليه هو؟ بالقسم الخارجي بيشتغل. شو رتبته؟ عميد؟ مساعد. مساعد. تمام. رسم لكم مخطط كيف رسمنا تفوتوا؟ مخطط، قال بتفوتوا بالأول بتفتلوا بالشوارع وبعدين بتروحوا على الشارع الرئيسي المزبوط بتدققوا فيه. مشان إذا طلعوا لكم بنات بوجهكم. قلنا إنه بحجة إنه بعد إذنكم طلعوا معنا بالسيارة كذا ناخذوا ونشد. تمام. جينا وقفونا باب سباع، قالوا لنا أنتوا وين رايحين؟ قلنا لهم. اجوا قال بعد إذنكم بس الهويات. تمام. شلنا الهويات أعطيناهم إياهم. الشوفير قالوا له صف السيارة، صف السيارة الشوفير هرب. هرب لأنه عرفان شو عامل وشو أنتو فايتين فلحاله هرب. هرب، أنا ضليت بالسيارة. تمام. قال أنت ليش ما هربتي يا ألفت؟ صاروا يمزحوا يعني معي عادي. اجيت قلت له ليش بدي أهرب؟ الجماعة ما قصروا أخذوني معهم لعندهم على البيت. تمام. طيب هلا ورا حوادث خطف البنات مين كان؟ أبو علي منزر، واحد اسمه محمد، وحدة اسمها أم مصعب. أم مصعب شو اسمها؟ والله اسمها ما بعرف. أم مصعب. طيب هلا أنت كنت تروحي بعمليات خطف البنات. إيه أنا خطفنا 5 بنات. 3 من الخالدية وتنتين من باب السباع. طيب قلتي لي في وحدة من بينات المخطوفين حامل كمان. كانت حامل، كيف كانت عمليات الخطف؟ أول عملية خطف كانت بالسوق. كنت على أساس عم يشتروا أغراض وكذا، وقفوا تاكسي. أنا كنت واقفة قدام الشارع بشوي لأنه التاكسي إذا في حدا ما حبي يوقفه. تمام. إجا قال لهم تاكسي، قالوا له إيه. طلعوا بالتاكسي 3 قعدوا ورا، صف شوي على اليمين، طلعت أنا معه، قفل الأبواب وكفينا على السكن الشبابي. يعني 3 نسوان بسيارة وحدة؟ إيه. ايوه. والبنات اللي بباب السباع؟ هودي كانوا طالعين من شارع باب السباع. صيدفناهم، قال بدهم تاكسي. اجيت قلت لهم ايه تفضلوا اطلعوا معنا بنوصلكم، انا مشواري قريب ونازله. كمان طلعناهم وكفينا فيهم على السكن الشباب. بتعرفي شيء عنهم او اسمهم او اي شيء عنهم؟ اسمائهم لا ماني حافظتها على السوا. طيب بس هنن بالسكن الشبابي البنات موجودات البنات؟ موجودات البنات. يعني العمليات الاختطاف لسه ما انقفلوا؟ لا انا كنت اخذ على كل بنت 5000. كانوا يعطوكي مصاري على كل عملية؟ ايه. ايه في هاي ام صعب كمان جايبه 4 بنات. هي حاكيه معهم، هي متصرفه معهم، كمان حطيتهم مع هودي البنات بالسكن الشبابي. طيب عمليات الاغتصاب مين كان يقوم فيها؟ بتعرفي مين كان يقوم فيها؟ عمليات اغتصاب؟ نعم. ما بعرف هاي الشغلة أنا عن عمليات الاغتصاب. أنا بعد بيجيبوا البنت مش هي راهنوها، قال إنه قلبوها طائفية وما بعرف شو. بس أنا فت على باب سباع اليوم عن جد كف واحد ما أكلت. لا بالعكس صاروا يجيبوا لي المتي الشاي اللي بدي إياه صاروا يجيبوا لي عندي. عن جد إنه العطر منا نحن مو من أهل باب سباع على فكرة. طيب حدا أثر معك شيء؟ حدا لقيك؟ لا أعوذ بالله والله كيف ما أكلت. طيب إذا أنت كنت أكيد حاضرة الحوادث شو بصير بالنزهة. لما بفوت شاب أو بنت أو أي حدا عن نزهة أو على الزهرة شو بصير؟ شو بصير؟ بينذبح. ليش؟ ليش؟ لأنه سنة، لأنه قلبه طائفية. أما مين السنة ولا أبناء النظام؟ لا أبناء النظام. هلا نحن بنعرف إنه في نسبة كبيرة من أبناء الطائفة العلوية معنا مع الثورة السورية. بس ليش مين اللي عم يشتغل هلا عم يشتغل بهالعمليات الذبح والاختطاف؟ هل هن من النظام ولا من أبناء الطائفة العلوية؟ لا من أبناء الطائفة العلوية. تابعين للنظام؟
ايه. العميد ايوه. وشو اسمه هذا محمد؟ ايه، وابو علي منذر. وأبو علي منذر. تمام. هدول بحجة انه طائفية. ايه. نعم. هن من ابناء الطائفة العلوية وهن عم يضروا ولا الطائفة العلوية. ايه، صارت يعني حساسية بينهم وبين يعني بحياتهم، نحن ما فرقنا، بس صارت حساسية. مش كذا حكوا لي انه بيقتلوا كذا وما بعرف شو، بس لا والله فت لعندهم وعن جد، وانا حالفي يمين ما بطلع من عندهم غير ان شاء الله مخلص البنات كلياتها. طيب ليش شو عملوا لك بنات باب الصباح او بنات الخالدية؟ لا تاخذني، انا كنت بحاجة يعطيني 5000 نفذ المهمة بس. مين اللي كان يعطيك؟ ابو علي منذر. أبو علي منذر. شو مصلحته هو؟ انه مثلا بجيب البنات بخليهم عنده. خليهم عنده بس لأهداف شخصية وطائفية.